السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكما العاده نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم بديت نشارك معكم هكا الطبيله ديال الفطور ديالنا، نشارك معكم العصير والتحليه وهاد الفطائر اللي كيجيو من عجين واحد. فاول حاجه غادي نبداو بها هي العصير. غادي نحتاج فيه هنايا لتر ديال الحليب مع هاد الفلون ديال الفاني. انايا استعملت هاد الفلون اللي كيجي بالسكر. الا استعملتو الفلون اللي كيجي بلا سكر فغادي تستعملوا جوج منه، وغتستعملوا يعني غتضيفوا ليه السكر. فانا هنايا كيف ما كتشوفوا استعملت الفلون اللي كيجي هكا بالسكر. كنضيف هكا الحليب في كاسرونه وكنزيد عليه هذاك الفلون بحال نحضروا الفلون عادي. يعني المرحله الاولى كنحضروا فيها الفلون عادي كنخليوه يبرد. صافي انا خلطت هكا الفلون ديالي ورديته على النار حتى كيوصل لدرجه الغليان. صافي وكنطفي عليه. انايا غادي نخويه هكا في هذا البول باش غادي نخليه يبرد. كنخليه على سطح العمل حتى كيدفى. عاد من بعد كندخلو الثلاجه خاصو يبرد تماما البنات. عاد كندوزو باش كنخلطوا العصير ديالنا. من بعد ما برد لينا الفلون ديالنا عصرت واحد 5 ديال الليمونات، خديت العصير ديالهم وغادي نضيف عليهم هكا الفلون ديالي. تقدروا في هذه المرحله تضيفوا واحد 2 معالق ديال السكر الا بغيتو هكا يعني الحلاوه تكون زايده شويه. صافي هنا كنطحن هكا العصير. فغادي نقصو شويه حيت جاني كثير بدا كيتزل عليا من الفوق. هرست ليا بنتي هذيك الغطا ديال مولينكس بدا كيخرج ليا العصير. يعني ما خصنيش ندير واحد الكميه كبيره اللي توصل للفم. انايا نقصت في واحد الكاس. صافي غادي نستمر هكا بالخفق وغادي نوضعوه هكا في الثلاجه. فبالنسبه لهاد العصير تقدروا ديروه حتى في كؤوس يجيكم تحليه من الفوق وكيتعزل لكم داك العصير من التحت. ان شاء الله غادي نحضروا معكم في الفيديو الجاي. انا غادي ندوز باش غادي نحضر التحليه اللي غادي نحتاج فيها نصف لتر ديال الحليب واحد تفاحه كبيره. غادي نوضعهم هكا في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف هنايا 3 د المعالق ديال السكر. بطبيعه الحال السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما. صافي غادي نخلط هكا المكونات كامله في الخلاط الكهربائي ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما خلطت المكونات كامله وطحنت هذاك التفاح مزيان غادي نصفيه هنايا في واحد الكاسرونه. تقدروا ما تصفيوهش الا بغيتو. هذوك الطريفات ديال التفاحه كيبقاو يجيكم هكا مرملين، فانا كنفضل انني نصفيه. صافي غادي نصفيه. عاد من بعد غادي نضيف عليه باقي المكونات. عندي تما واحد الفلون صغير ديال البنان. فإلا عندكم الفاني يكون احسن. انا ما عنديش الفاني درت البنان. كما قلت لكم الا كان عندكم الفاني يكون احسن. انا هذاك ديال الفاني اللي كان عندي درته في العصير. غادي نحتاج كذلك واحد المعلقه عامره مزيان كبيره ديال كريم باتيسير. تقدروا تعوضوها بالنشا. الا عوضتوها بالنشا فمعلقه كبيره كذلك. غادي نخلط المكونات كامله على البارد ونوضعهم على النار حتى كيبدا يتقل لينا الخليط. فاش كيبدا يتقل لكم الخليط كتحيد لكم حتى هذيك الرغوه اللي كتكون الفوق. ديك الساعه تعرفوا ان الخليط ديالكم واجد. صافي غادي نفرغوا في هاد الزليفات هادو.
نتوما لكم الاختيار، يعني ديروهم في زلايف كبار أولا صغار، فأنا هادو متوسطين، الحجم ديالهم هو هداك الصراحة. هنايا خرجوا ليا 8 ديال الوحدات، غادي تخليوهم هكا على سطح العمل حتى كيدفاو، وكتدخلوهم للثلاجة يبردوا. بالنسبة للتزيين البنات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، فما شاركتهمش معاكم من بعد حيت صراحة كندير لكم المونتاج دابا مازال ما زينتهمش من الفوق، فتقدروا تعسلوا هكا التفاح وتزينوهم من الفوق. انا حيت خليتهم للسحور فمازال ما زينتهمش. صافي هنايا غادي نوضع واحد معلقه ديال الخميره مع معلقه ديال السكر، مع 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال الحليب. فانا غادي نحضروا الفطائر اللي قلت لكم من خليط واحد. غادي نضيف هكا واحد الكاس ديال الفينو، نخلط هكا المكونات حتى كيتجانسوا ليا هكا. تقدروا في هذه المرحله تخليوهم واحد 5 ديال الدقائق بين ما كتفاعل لكم الخميره. فالماء البنات والحليب كيكونوا دافيين. هنايا غادي نضيف باقي المكونات، واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، غنضيف هنايا نص باكيه ديال الخمارات اولا نصف ساشي. فانا هذيك الساشي عندي فيها 15 غرام، داكشي علاش درت نصف. الا كانت عندكم 8 غرام فضيفوا وحده. غادي نضيف واحد البيضه، وغادي نضيف هنايا الملح هو اخر حاجه. صافي غادي نبدا نضيف في الدقيق. بالنسبه للدقيق الابيض غتضيفوه تدريجيا، يعني النوعيه كتختلف من دقيق لدقيق، تقريبا كيكون واحد الفرق ديال نصف كاس بحال هكا. صافي غادي نخلطوا المكونات هكا بالخلاط اليدوي، وغادي نديرهم في العجانه. فتقدروا تعجنوهم غير بيديكم، راه ما كيحتاجوش يعني تدلكوهم بزاف. صافي غنبقى نضيف هكا يعني الكميه ديال الدقيق. المهم هو كلشي موضح لكم في الفيديو. صافي البنات هنايا من بعد ما خلطت شويه هكا يعني بهذا الخلاط اليدوي غادي نوضعوه هنا في العجانه كيف ما قلت لكم. راه تقدروا تعجنوه غير بيديكم. انا صراحه حيت ما دخلتش صراحه اليوم للكوزينه بكري، ما دخلت تقريبا حتى ل3. ايوا كانت يد هنا ويد هنا راكم عارفين. صافي هنايا درتو في العجانه من بعد ما تعجن واحد 5 ديال الدقائق وهو كيتدلك. غادي نضيف عليه في هذه المرحله واحد المعلقه عامره مزيان بالزبده. هاد الزبده البنات هي اللي كتعطيني هذيك الطراوه وهذيك الخفه في الفطائر ديالنا. تقدروا يعني تحيدوا هذوك الفطائر المالحين، تقسموا العجين وتضيفوا الزبده للنصف الاخر. فانا هنايا ضفتها لكل شيء. صافي غادي نعاود نخدم العجانه حتى كيتدلك عاوتاني وكيدخل فيه ديك الزبده مزيان، وكنخليوه يختمر مزيان. كيف ما كتشوفوا راه كيجي القوام ديالو رطب كيتلصق في اليدين الا خشينا فيه صبعنا. صافي هنايا من بعد ما خمر غادي نحاول هكا نفرغو في سطح العمل بالاستعانه هكا بشويه ديال الدقيق. كيف ما قلت لكم راه العجينه كتلصق شويه في اليدين، نحاولوا هكا نعاونوا بشويه ديال الدقيق. غادي نقسم كيف ما قلت لكم هنا العجين على 2. نتوما تقدروا يعني تقطعوا هكا الكميه اللي بغيتو في المالح والكميه اللي بغيتو في الحلو. فانا هنايا درتهم يعني متساويين. نتوما الا بغيتو تغلبوا المالح على الحلو اولا الحلو على المالح اللي بغيتو. صافي غنشكلو على شكل بودان وغادي نبدا نقسم فيه. خرجت منه 12 قطعه كما قلت لكم البنات، خرجت منه 12 قطعه في الحلو. فهنايا غادي نبداو بطبيعه الحال بالحلو لانه غادي يعاود يختمر. فبالنسبه للملح مازال ما غاديش نخدموا به. انايا بديت بالحلو كيف ما قلت لكم. نحاولوا نقسموا هكا العجين الكرات اللي متساويين. كيف ما قلت لكم انا غادي نخرج منه 12 قطعه، وكيبقى على حسب نتوما شحال بغيتو.
صافي كنحاول هكا نشكل هادوك الكرات ديالي يكونوا متساويين، فما استعملتش الميزان. آآ غير هكا بيدي يعني عيني ميزاني، نعاون هكا بشوية ديال الدقيق باش ما كيلصقوش ليا في سطح العمل، حيت كيف ما قلت لكم البنات هاد العجين راه رطب بزاف، غير بين ما كنصايب هادوك الأخرين كيبغيو يلصقوا ليا هادوك اللولين فوق سطح العمل. صافي كنستمر بهاد الطريقة حتى كنشكلهم كاملين، وديك الساعات نرجعو نكملو هكا العجين ديالنا. هنايا من بعد ما شكلتهم كاملين، هداك النصف الآخر اللي غادي نشكل به المالح البنات، فوضعته في هكا رديتو لهداك البول وخليته حتى غادي نوجد ليه الحشوة ديالو. فهنايا كيف ما كتشوفوا وضع اللاطة ديال الفرن حدايا، كنحاول نبسط هادوك الكرات شوية، نعطيهم واحد الشكل اللي يكون دائري، ما نبسطوهمش بزاف غير شوية فقط، ونوضعوهم فوق الصفيحة ديال الفرن، لأنهم مازال غادي يختمروا. غادي نستمر بهاد الطريقة حتى نكملهم كاملين، وغادي نخليهم يختمروا. فإلا بغيتو تسرعوا هاد العملية شعلوا الفران يسخن شوية ودخلوهم للفران. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كنبسطوهم غير شوية ماشي بزاف، باش هكا يجيونا هكا منفوخين من الوسط. انايا من بعد ما اختمروا كناخذ هكا واحد الكاس اولا شي حاجه هكا اللي تكون مقعره من التحت. انا خديت هاد الزليفه هادي، الكاس رجعني ما غاديش يدير ليا الثقب مزيان، ماشي ما غاديش يدير ليا ثقب كبير. عندي كيسان رقاقين من التحت، هادي كبيره شويه، كنديرها هكا شويه في الدقيق وكنحاول ندير الثقوب هكا في الفطائر ديالنا. فما كنديروش هاد العمليه في الاول باش هكا ملي كيختمروا ما كتعاودش تطلع لينا ديك البلاصه اللي سطحنا اولا اولا خوينا منها الهواء. صافي انايا غادي نعمر شي وحدين هكا بالكونفيتور، درت هكا الفريز ودرت حتى هاد الكونفيتور ديال الخوخ، وشي وحدين اخرين غادي نعمرهم بكريم باتيسير اللي حضرتها من قبل. فصراحه نسيتها في الاول ما حضرتهاش، حتى من بعد زرفت عليها كانت مازال سخونه شويه. صافي في هاد المرحله البنات كتشعلوا الفران يكون سخون مزيان من الفوق ومن التحت على نار متوسطه. كندخلوا الفطائر ديالنا، قبل ما ندخلهم هنايا غندهنهم بشويه ديال البيض اللي خلطته مع شويه ديال الحليب، قطرات من الحليب اولا ديروا قطرات ديال الخل اللي بغيتو. غادي ندهنها هكا غير الجوانب بالبيض، وكيف ما قلت لكم في هذه المرحله راني مشعله الفران باش كيسخن مزيان، لان هاد الفطائر ما كيبغيوش الفران يكون بارد باش هكا دغيا كيطيبوا وكيبقاو لينا رطبين. غادي نزينهم حتى بشويه ديال اللوز ايفيلي، فتقدروا يعني تزينوهم باللوز ايفيلي ولا تزينوهم باللي بغيتو، اولا تخليوهم هكاك غير مدهونين هكا بالبيض من الجناب وما تزينوهم بتا شي حاجه. فانا هنايا عندي اللوز ايفيلي وقلت علاش لا يعني ما نزينش به. الصراحه يعني هاد العجائن اللي كديروا منهم جوج فطائر في دقه واحده كيجيو سهل، كنزربوا عليهم. فهنايا غادي ندوز للمالحين. هنا باش نوجد لهم الحشوه ديالهم عندي البصله مخلطه بين الحمراء والبورو، وعندي الفلافل الالوان درت لي عليهم شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه شحرتهم واحد شويه، وغادي نضيف عليهم هنايا التوابل اللي هما سكينجبير الابزار التحميره الخرقوم
غادي نضيف كذلك التوابل ديال الكفتة، فتقدروا ديروا هنايا في هاد المرحلة الثوم بودرة أولا ديروا واحد الفص صغير ديال الثومة تحكوه اللي بغيتو. هنايا غادي نضيف الكفتة، فبالنسبة لهاد المرحلة فتقدروا تعمروه باللي بغيتو، تعمروه مثلا بطريفات هكا ديال الدجاج، تزيدوا ليهم غير البصيلة و لي زيبينار، فغادي يجيو حتى هما غادي يجيو لذاذ. فأنا كانت متوفرة عندي الكفتة هي اللي درت. غادي تبان لكم هذيك المقيلة اللي لهيها البنات، فدرت حتى شوية ديال الفول اللي شرملته، فصراحة ما شاركتوش معاكم. ما بغيتش هكا نطول عليكم الفيديو ونكثر عليكم الوصفات، فاكتفيت غير بهاد الوصفات هادو. غادي ندوز هنايا للعجين، كيف ما كتشوفوا راه كيضاف الحجم ديالو كيعاود يخمر. كنحاول هكا نقسمو الكرات حتى هو اللي يكونوا متساويين. صراحة ما عقلتش شحال درت، ففي هاد المرحلة راه صافي كان يعني ماشي قرب يدان، كانت باقا ليه واحد تلت ساعة، فكنزرب. هنايا راه كتشوفوني رامية الماء كيغلي هكا باش نعمر اتاي. انا تعمدت باش ما نديرش هاد الفطائر المالحين، ما بغيتش نديرهم قبل، فصراحة كانت الحشوة عندي موجودة باردة والعجينة كذلك موجودة، وما بغيتش نديرهم قبل باش هكا يتكالوا يعني دافيين شوية سخانين شوية. ما كتعجبنيش صراحة الماكلة باردة، يعني توجدي كلشي بكري وتبداي تاني تسخني اولا تبداي تبقاي حاطة داكشي بارد، ما كيعجبنيش هكاك. وكل واحد وكيفاش كيفضل يطيب. كاينه اللي كتبغي تحيد عليها الروينه بكري وتجلس تستراح، انا كنفضل يعني الحاجه تكال سخونه. بحال هادو مالحين بصراحه خاصهم يتكالوا سخان. صافي انايا كندير الحشوه كما قلت لكم راه كانت عندي بارده، ضفت عليها هنايا شويه ديال الجبن اللي كيبقى اختياري كذلك، بغيتو تضيفوا ضيفوا، الا ما كانش كيتوفر لكم ضيفوا جبن مثلث حتى هو يجي زوين. كنبسط هكا الكرة على شكل دائري، كندير هكا الحشوة في النصف وكنرد عليها النصف الآخر، كتجيني بحال شكل هلال أولا ما عرفتش صراحة كيفاش نوصفها، أولا نصف دائرة. نصف دائرة، فكنسرحو العجينة على شكل دائري كيف ما قلت لكم، اولا ديروها على شكل طولي حتى هي تجي مزيانه اللي بغيتو، اولا تقدروا ديروهم البنات على شكل بطيبيطات هكا معمرين. كيبقى لكم نتوما الاختيار، يعني الشكل نتوما كتفننوا فيه كيف ما بغيتو. كيف كتشوفوا كنعمر هكا النصف وكنرد عليه النصف الاخر، وهنايا راني مباشره كنحط في المقلاة كنطيب فيها. انا كنوريكم هادو من بعد ما كانوا واجدين طابو، كيف ما قلت لكم انا غير يد هنا ويد هنا كنطيب في الفران ومقابله المقله. هانتوما البنات كيف ما كنوجدها كنديرها في المقله نيشان. انا عندي هاد المقله هادي اللي عندها هاد الشريطات هكا كتجي بحال طيبتيهم في البانيني، وراه ممكن البنات انكم طيبوا هاد الفطائر هادو في البانيني. صافي كنوصل هنايا النهايه ديال الفيديو، وكانت هذه هي الطبيله ديال اليوم. التحليه ما حطيتهاش خليتها للسحور. صافي وهنا كنوصل للنهايه ديال الفيديو، كنشكركم على المتابعه، وما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم.